بقول لك يا صاحبي، الكاميرا دي شغاله ولا ايه؟ احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات على اليوتيوب، حرفيا بقالنا شهرين كاملين ما عملناش اي فلوجات. فانا النهارده كده كنت قاعد بفكر مع نفسي ان انا فعلا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات على اليوتيوب، وده كان بسبب ان انا قررت ان انا ارتب اولويات حياتي تماما، وان انا اركز في اللي انا بعمله في الدراسه، وان انا ابطل يوتيوب شويه وسوشيال ميديا عشان اركز شويه في اللي انا بعمله. قلت بما ان انا الفتره دي من حياتي عمال باوفر ثينكينج وبفكر كتير، وان عندي مشاكل كتير جدا يا جدعان في الورق، وكان عندي مشاكل في الجامعه الاول وكده، قررت ان انا اشوف طريقه سهله كده تطلعني من المشاكل دي كلها. انا عندي اجازه من الجامعه كام يوم كده، فقررت ان انا اسافر كده في الاجازه دي ان شاء الله للتشيك. وانا دلوقتي في ليله اليوم اللي انا هسافر فيه، فانا هجهز الشنطه بتاعتي اللي هي الهاند باج، وهجهز كل حاجه، وهنزل دلوقتي الجيم، وهروح اعمل كام حاجه كده في السكن الجامعي اللي انا فيه. هروح اجيب الهدوم اللي انا حاططها في الغسيل والكلام ده كله. تعالوا معايا كده يا جدعان نشوف الرحله هتمشي ازاي. قبل ما نبدا الفيديو بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 50,000 مشترك. ويلا بينا يا صاحبي دلوقتي نروح نجيب بس الغسيل، عشان انا نسيت الغسيل بقاله 3 ساعات. فيلا بينا. انا دلوقتي خرجت من الاوضه بتاعتي، ودلوقتي انا رايح للاسانسير، والناس كلها نايمين طبعا، فاحنا مش عايزين نعمل دوشه عشان ما حدش يجي يكلمنا وبتاع. النور هنا بيفتح بالصفاره، بص صفر يفتح على طول. طب يا جدعان احنا دلوقتي في اوضه الغسالات زي ما انتم شايفين. اول حاجه بتيجي هنا بتفتح الجهاز ده، وبعدها بتحجز الغساله بتاعتك من هنا وبتشغلها. دلوقتي بقى انا عارف ان الساعه 1:30 تقريبا والوقت متاخر جدا، بس انا هجهز عشان اروح الجيم. لان انا بجد لما بحس ان انا متضايق شويه، بحس ان انا عندي ستريس كتير، بحس ان انا محتاج اروح الجيم، بحس ان انا محتاج ان انا اعمل فعلا حاجه تخليني فرحان. فالجيم من اكتر الحاجات اللي انت مش هتتخيل تاثيرها عليك في حياتك، هتخليك فعلا حاسس ان انت فرحان بدون سبب، حاسس ان انت واثق جدا من نفسك. فانا هروح الجيم دلوقتي عشان الفيلينج اللي بيحصل لي بعد الجيم ده، اللي هو بيخليني فعلا فرحان جدا. بعد ما بتنزل من البيت بتلاقي الجيم تحت هنا، بس عشان تروح له بتروح من الطريق ده. طب يا جدعان انا دلوقتي خرجت من السكن الجامعي، والجيم اهو جنب البيت بالظبط زي ما قلت لكم. فدلوقتي احنا هندخل الجيم. موضوع بسيط جدا، احنا بنفتح الباب وانت بتسجل بصمتك في الجيم. بصمتك دي اللي بتخليك تدخل. افتح لك الباب تدخل، الدنيا ضيقه جدا، وبتستنى هنا في البوكس ده كده لحد ما يفتح لك يعني. وبعد ما يفتح لك بتدخل الجيم عادي جدا يعني. انا في اوضه اللوكرز دلوقتي يا جدعان. هنختار دايما الرقم بتاعنا 130، مفيش حد ورا. يلا بينا. طب يا جدعان دلوقتي احنا جاهزين للجيم، معانا ازازه الميه والبس اللبس بتاع الجيم زي ما انتم شايفين، ويلا بينا نروح بقى ايه نظبط التمرين. طب يا جدعان اهلا بيكم في يوم جديد. المفروض ان احنا دلوقتي في محطة الترام ومتوجهين للعربية اللي هتودينا لبراغ عاصمة التشيك. طب يا جدعان احنا دلوقتي وصلنا للمكان اللي احنا هنقابل فيه الراجل اللي هنطلع معاه على التشيك. انا من زمان ما عملتش فيديوهات سفر، فانا حاسس ان بجد الموضوع ان انا اصور في الشارع ما عادش زي زمان خالص يعني. حاسس ان انا بعمل حاجه جديده لسه، ومكسوف ان انا اصور في الشارع. بس ده ما يمنعش ان احنا دلوقتي مستنيين الراجل بتاع العربيه اللي هيوصلنا التشيك. وتقريبا كده الراجل من الهند، من الاكسنت بتاعت الانجليزي انا عرفت كده. دايما انا بحب اسافر عشوائي شويه، فانا يا دوب حجزت العربيه وصحيت الصبح كده قلت اما اروح. تمام. فزي ما انتم شايفين الراجل مش عارف يوصل للوكيشن بتاعي، وانا بعت له اللوكيشن عشان يجي. والراجل شكله مش من المدينه اصلا، فمش عارف يوصل لي خالص، ومفيش حد وصل يعني. طب الراجل وصل، يلا بينا نركب. Man, I'm just doing YouTube videos, okay? If it's fine for you. Yeah, it's okay. Just الراجل وصل الحمد لله، ورايحين للبراغ عاصمة التشيك. وقفنا كده ناخد بريك في وسط الطريق. I'm talking in Arabic man. Do you want to be an YouTuber? طب يا جدعان دلوقتي احنا وقفنا في البريك في الطريق وكده، مستنيين ان هو يجيب حاجه من جوه. اهو الراجل وصل يا جدعان اهو، اديله.
طب يا صاحبي، لو انت مهتم بالدراسه في بولندا فانا جايب لك خبر حلو جدا النهارده. انا عملت مكتب اسمه اي ستادي. المكتب ده باختصار هيساعدك في كل حاجه لحد ما توصل هنا بولندا. احنا بنخلص لك الورق بتاعك كله وبنقدم لك في الجامعات اللي انت عايزها، سواء حكومه او سواء جامعات خاصه. وبعد ما بنخلص لك كل ورقك بنعمل معاك كمان مكالمه نقول لك تعمل ايه في حوار الفيزا. بنكون معاك في كل خطوه لحد ما توصل هنا بولندا. فلو انت مهتم بالدراسه في بولندا ما تنساش ان انت تروح تشوف مكتب اي ستادي. المكتب ده انا اللي عامله وشغال فيه انا واصحابي، فهتلاقي لينك المكتب تحت في الديسكربشن. خش كلمنا على الانستجرام والحق عشان باقي 9 ايام بس قبل ما الابلكيشنز بتاعت بولندا تقفل. اسيبكم مع الفيديو. طب يا جدعان، احنا لسه واصلين للتشيك حالا. وصلنا براغ. الراجل وصلنا للمكان اللي هو الجراج ده، وهو قريب من الداون تاون شويه. واول ما وصلت انا كنت عامل ستوري على الانستجرام، فيوسف كان متابعني على اليوتيوب والانستجرام، فقال لي ان هو هنا في التشيك. فقلت لما اوصل هكلمه. فسبحان الله كلمته ووصل في نفس الوقت اللي انا وصلت فيه، فهطلع قابله دلوقتي. يا جدعان يوسف وصل اهو، محمد. بس يا جدعان احنا دلوقتي وصلنا براغ يعني، وطالعين على وسط البلد دلوقتي يعني. فيا اسطى لنا حاجه مشهوره عن براغ كده يعني. حاجه مشهوره عن براغ. انت بقالك اسبوعين هنا صح؟ طب انت بقالك هسه 6 شهور هنا، تحب تقول ايه؟ ايه المشهور هنا يعني في براغ؟ بتحب ايه في براغ مثلا؟ والله بص، هنا كده كده المباني. المباني رايقه، اركتكتشر كده فشخ جامد بالظبط. فعلى الله يعني. طب يا جدعان دلوقتي احنا وصلنا الداون تاون زي ما انتم شايفين ورا اهو. طب يا جدعان بمناسبة الهالوين عندنا المعلم ده لابس مش عارف لابس ايه. يا صاحبي المان اطلع نجري وراه. والله والله راجل عسل يا اسطى. ايه يا اسطى في ايه؟ يا جدعان انا دلوقتي في حلويات هنا كده بحبها جدا يعني، اكلتها قبل كده في التشيك يعني، فاحنا رايحين نجيبها دلوقتي. هي مش عارف اسمها ايه بالتشيكي، بس هي بتبقى عباره عن ايس كريم كده يعني، وبيخبزوها جوه يعني. فاحنا هنخش نجيب دلوقتي شويه حلويات حلوه. Thanks. طب يا جدعان دلوقتي انا المفروض ان انا ادور على هوستل او هوتل. دلوقتي انا هجرب تجربه اجتماعيه واستغل الحوار ده واسال الناس واقول لهم ان انا دلوقتي مش لاقي مكان ابات فيه لمده ليله واحده، فلو عندكم مكان ابات فيه النهارده وده فيديو على اليوتيوب وكده. تعالوا نجرب الحوار ونسال الناس. احنا رايحين دلوقتي تشارلز بريدج، مكان مشهور هنا وممكن نلاقي فيه ناس كتير، وهنجرب ان احنا نسال اكتر من حد، ولو حد وافق هنصور الدنيا هتمشي ازاي وكده. يا رب حد يوافق. طب يا جدعان احنا وصلنا تشارلز بريدج، وهو عشان بس الدنيا بالليل فما مش باين قوي، بس المكان سينماتيك جدا يعني. طب يا جدعان دلوقتي في مشكله حصلت معايا، وهو ان انا يعني بعد ما سبت اصحابي المصريين وكده لقيت ان انا مش لاقي سكن خالص، لا هوستلز ولا هوتلز ولا اي حاجه موجوده دلوقتي في البلد، بسبب ان دي اجازه والناس كلها حاجزه كل حاجه. فوقفت كميه ناس في الشارع اسالهم لو هم يعرفوا هوستلز او هوتلز كان انا بات فيها، وللاسف ما لقيتش اي مكان فاضي خالص. فانا بحاول دلوقتي باي طريقه ان انا الاقي اي مكان جنبي ابات فيه. ببحث عن الهوستلز والهوتلز المتاحه وبكلمهم، وربنا يكرم النهارده ان شاء الله ونلاقي مكان نبات فيه. فعلى الله التسهيل. يلا بينا كده نشوف الدنيا ماشيه على ايه. طب يا جدعان الشباب وصلوا اهو. طب يا جدعان دلوقتي احنا رايحين للسكن الحمد لله. والله الشباب انستجرام روقونا يعني، ويعني رايحين دلوقتي للسكن الجماعي يعني. طب يا جدعان لقينا سكن اهوت. حبيبي اسطى والله شكرا جدا العفو عليه وبس. طب يا جدعان احنا امبارح طبعا كنا متسوحين زي ما انتم عارفين، وبنلف في الداون تاون وبتاع، وما لقيتش اي سكن خالص لحد ما لقيت شباب زي العسل والله بجد يعني. عم اسلام عنده سكن، فصاحبه الهندي ما جاش، يا رب يكون بيتفرج على الفلوج ده يعني. فانا جيت بقى ولقيت السكن هنا والدنيا تمام، وقاعد ان شاء الله معاه يعني كده النهارده وهنمشي بكره. فاحنا دلوقتي رايحين كده على الداون تاون نلف لفه حلوه كده ونصور شويه فيديوهات هناك يعني. احنا دلوقتي رايحين نركب المترو، بس رايحين نشتري تيكت عشان ما نتسوحش يعني.
واقف في اليمين هنا، لان الناس اللي في الشمال بتجري، ما ينفعش ان انت تكون واقف في الشمال. فدي حاجه مهمه جدا هنا في التشيك يعني. زي ما انتم شايفين الناس كلها واقفه في اليمين هنا، واللي في الشمال بيجري بس. من احلى الحاجات في المتروهات الصراحه ان انت بتشوف كل طبقات المجتمع يعني بجد. انت ممكن تشوف الشعب كله، اللي رايح الشغل واللي جاي من مقابله صحابه مثلا وبتاع، فبتشوف اكتر من حد جاي من اكتر من مكان، فبتحس ان الصراحه المكان كده سينماتيك جدا ان انت تتصور فيه. واحنا دلوقتي وصلنا للداون تاون. اسمه ايه الداون تاون هنا بالتشيكي؟ هنا اسمه الميوزيوم او موستيك. طب احنا دلوقتي في وسط البلد، ومن اكتر الحاجات اللي انا لاحظتها هنا ان في محلات حشيش في كل مكان تقريبا، والحشيش هنا ليجل يعني. فزي ما انتم شايفين اهو في محل حشيش هنا اهو، ومحل حشيش تاني اهو في نفس الطريق. فالحشيش هنا موجود يا جدعان وسعره رخيص جدا يعني. وبما ان معانا اسلام يعني عايش هنا في التشيك بقاله فتره وفي براغ وكده، فحابين نعرف منه ايه اكتر حاجه بتحبها في براغ غير الحشيش يعني اكتر. بالنسبه لموضوع الحشيش ده برضه كنت عايز اقول ان الحشيش هنا مش ليجل. يعني هو الحشيش في الليجل يعني، لكن هو مش ليجل قانونا. كمان ما بيكونش الحشيش بيكونوا شايلين منه بعض المواد المخدره. هو ما بيكونش حشيش زي اللي موجود في دول يعني اسمه كانابيس تقريبا. بيكونوا شايلين منه بعض المواد المخدره، وعشان كده فاتحين ستورز هنا، لكن هو اصلا مش ليجل يعني. Добро пожаловать в Прагу! نايس. طب يا جدعان حاجه لطيفه برضو ان احنا لقينا محمد صلاح هنا. مو صلاح صاحبي اهو من شوارع براغ في التشيك. فحتى الناس هنا برضو عندها ثقافة عن المصريين ومحمد صلاح وكده، فدي حاجة برضو جامدة جدا. طول ما انت ماشي هنا في الشوارع بتلاقي محلات سوفينيرز لو انت عايز تشتري هدية ولا حاجة. دلوقتي احنا رايحين متوجهين كده ان احنا نروح ناكل. الصراحة احنا جعانين ما كلناش من الصبح يعني، فخلينا نشوف كده هناكل ايه. صراحة زي ما احنا ماشيين في الداون تاون زي ما انتم شايفين كده، طول ما انت ماشي الشوارع جميلة جدا يعني. تعالى نتكلم عنه. من احلى الحاجات اللي شفتها هنا برضو في براغ يا جدعان وانا ماشي، ان في اماكن للمساج. بتخش هنا شغلوا لك شويه اغاني هندي كده زي ما انت شايف، ويعملوا لك شويه مساج. الصراحه دي حاجه جميله جدا. استنى المزيكا الهندي روقان والله. حاجه لفتت انتباهنا برضو واحنا بنعدي الشوارع هنا في براغ يعني، ان زي ما اسلام بيقول لك كده، مجرد بس ما انت بتعدي الطريق يعني، اول بس ما بتخش الطريق بتلاقي العربيه وقفت لك على طول. واحكي لنا من المواقف بقى اللي بتحصل لك هنا في براغ اكتر يعني. هنا يا جماعه الناس يعني الاولويه دايما للي ماشي على رجله. يعني لازم مجرد ما انت بتعدي الطريق لازم هيقف لك. هو مش مجرد ما بتعدي الطبيعي، هنا الاولويه للي ماشي على رجله مش اللي راكب عربيه وكده. بالظبط. فالصراحه دي لفته جميله جدا هنا، ان بجد الشعب التشيكي كويس في كل حاجه. طول ما انت بتتعامل مع الناس هنا في الشارع بتحس ان الناس لطيفه جدا، ومش بتفرق بين الناس اللي هي تورست جايه من بره والناس اللي عايشه في البلد وكده. فالصراحه لو انت هتيجي للتشيك هنا هتنبسط جدا يعني. ويا جدعان برضو في حاجه غريبه جدا في براغ. طب يا صاحبي لو انت مهتم بالدراسه في بولندا، فانا جايب لك خبر حلو جدا النهارده. انا عملت مكتب اسمه اي ستادي. المكتب ده باختصار هيساعدك في كل حاجه لحد ما توصل هنا بولندا. احنا بنخلص لك الورق بتاعك كله، وبنقدم لك في الجامعات اللي انت عايزها سواء حكومه او سواء جامعات خاصه. وبعد ما بنخلص لك كل ورقك بنعمل معاك كمان مكالمه نقول لك تعمل ايه في حوار الفيزا. بنكون معاك في كل خطوه لحد ما توصل هنا بولندا. فلو انت مهتم بالدراسه في بولندا ما تنساش ان انت تروح تشوف مكتب اي ستادي. المكتب ده انا اللي عامله وشغال فيه انا واصحابي، فهتلاقي لينك المكتب تحت في الديسكربشن. خش كلمنا على الانستجرام والحق عشان باقي 9 ايام بس قبل ما الابلكيشنز بتاع بولندا تقفل. اسيبكم مع الفيديو. يعني ان ما بتلاقيش مصريين كتير خالص وانت ماشي يعني، فاهم؟ مفيش اي مصريين خالص في براغ زي ما انت شايف اهو. فحاجه غريبه جدا يعني. المهم احنا رايحين ناكل دلوقتي احنا وعم اسلام، ويلا بقى على الله التسهيل. اقول لك يا اسطى كده، اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا ما فيهاش كلام. اسلام اهلاوي ولا زملكاوي يا صاحبي؟ ابراهيم اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي. وانت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب حلو يا جدعان كلنا اهلاويه كده. انا جبت رز وكفته وفي محشي يعني، فاهم؟ بقالي كلتش محشي بقالي كتير اصلا. وانت جبت ايه يا اسطى؟ هنا في شاورما ورز، وهو ياكل من KFC. ازيكم يا طيب جدعان؟ انا بلال بقى من دبي، فاحكي لنا شويه عن دبي بقى، الدنيا عامله هناك ازاي؟ والله دبي طبعا زي ما كل الناس عارفه فيها ناس بعربيات متخلفه، فلوس غاليه وبتاع وفيراري طول ما انت ماشي في الشارع. بس برضو حته الناس واخده عنها فكره غلط، ان كل الناس اللي عايشه في دبي معاها فلوس. بالظبط. يعني مثلا بلال معاه فلوس كتير فشخ
لا طبعا مفيش الكلام. محمد صلاح هنا اهو. كابتن محمد. ايجيبشن كينج صح. ويعني قضينا يوم حلو جدا والله الصراحه، ودلوقتي مروحين السكن الجماعي وهنمشي بكره بقى نرجع لبولندا. انا ما صورتش كتير الصراحه بس الوقت كان جميل جدا يعني، ولا ايه يا ابو حميد؟ يا براغ لازم تزورها تاني. اكيد طبعا بالظبط. يوم الجمعه اظن هيبقى احسن الصراحه بالظبط يعني، ان انا جيت يوم الاحد فالدنيا كانتش يعني احسن حاجه، بس واحنا دلوقتي مروحين يعني.